السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مداولة فيديو ديالنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله غادي نقدم معكم واحد مائدة الإفطار اللي متنوعة، نتمنى من الله إن شاء الله تعجبكم، وإلا عجبتكم خليوا لي واحد لايك. أول حاجة غادي ندوز نصايب اللي هي الدجاج محمر. أنا عندي واحد البصلة اللي غادي نطحنها في الهاشوار، غادي نضيف ليها شوية ديال القزبر ومعدنوس، غادي نضيف ليها واحد 3 د الفصوص ديال الثوم، غادي نطحن كل شيء. من غادي نطحن كل شيء غادي نضيف لهم العطريه. العطريه اللي غادي نضيف لهم واحد معلقه صغيره مع مرش ديال البزار، واحد معلقه عامره ديال السكينجبير، واحد معلقه صغيره مع عامره ديال السمن، واحد ضامه ديال الزعفران، واحد شويه ديال الملح. ما نكثروش الملح لحقاش الحامض عندنا كيكون مالح. عندنا واحد اللب ديال الحامضه ديال الحامض، وعندنا الهريسه. انا عندي هاد الهريسه الخضراء. عندي عاوتاني واحد المعلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي. صافي كنعاود نطحن كلشي في الهاشوار، كنطحن داكشي مزيان في الهاشوار، وكندوز هاد الشرموله هادي هي اللي غادي نشرمل بها الدجاج. صافي هنا عندي واحد الدجاجه اللي الوزن ديالها 2 كيلو. من بعد ما غسلتها ومن بعد ما نقيتها وغسلتها غادي ندوز باش غادي نشرملها. غادي ندير لها الشرموله من الصدر ديالها من الجوانب كاملين. صافي هنا كنتقبها بالموس باش كندخل لها ديك الشرموله مزيان، وكندخل لها الشرموله حتى من الداخل كذلك. كندخلها الشرموله مزيان من الداخل وكنخليها. المهم انا خليتها هنا واحد ساعه ونص، نتوما بامكانكم تخليوها اكثر، خليوها اكثر. هنا عندي واحد 2 بصلات اللي طحنتهم في الهاشوار، ضفت ليهم هذيك الشرموله نيت اللي شرملت بها الدجاج، وغادي نضيف لهم زيت الزيتون، وغادي نخلي كلشي نخلي هادشي يتشحر مزيان. عاد من بعد باش غادي نضيف ليه الدجاجه، وغنضيف داك الكبده والقنصه والجناوح. صافي كيف ما كتشوفوا هنا من بعد ما تشحرت لي البصله والعطريه وقزبره ومعدنوس مزيان، غادي نضيف ليهم الدجاجه. ومنين كنضيف الدجاجه انا ضفتها هنا ماشي في الكوكوط، ضفتها في الطنجره، ومره بقاو تحركوها باش ما تلصقش لكم. انا ضفت الدجاجه على الصدر ديالها، مره بقاو تحركوها. صافي من بعد ما كطيب لينا كنحيد الدجاجه وكندهنها بالمطارد والزبده والكاتشوب، وصافي كندهنها وكندخلها للفران. صافي انا عندي البيض، انا ما درتش حتى قربت نحطو، عاد قربت نحط الدجاج عاد بس طلقت البيض. انا ما ضفتش الدجاج ديالي الزيتون، ضفت ليه البيض. انا دزت باش غادي نصايب واحد التحليه. هنا عندي واحد 2 علاب ديال الفلو. عندي هاد الفلو هذا، المهم انا كنت واخده شحال هادي من مايوي لحقاش كنت معاه دابا ما بقيتش. عندي الوزن ديالو 50 غرام. المهم هذا راه فيه السكر. بامكانكم اي فلو بغيتو ديروه، بغيتو ديروه بامكانكم ديروه غير الفلو العادي، ولا بغيتو ديروا هذا الفلو الحلو ديروه، راه كيتباع في مرجان وكيتباع حتى في الحوانت. هذا الفلو بحال هكا اللي كيكون فيه السكر، وهذا الفلو كيعطيوك هذه العلبه معاه، وكيعطيوك هذه العلبه كيعطيو مع هذه العلبه هذه ديال الكراميل. صافي انا كيف ما قلت لكم ضفت واحد 2 ديال العلب، وغادي نضيف لهم واحد 5 د المعالق ديال الكريم باتيسيال، وغادي نضيف لهم السكر. واخا انا عندي هاد فلو حلو، انا زدت شي شويه لحقاش غادي نضيف الحليب. عندي كميه كبيره د الحليب. بامكانكم ديروا غير فلو ديال الكراميل وتضيفوا لهم كريم باتيسيال وديروا نفس الطريقه اللي درت انا. المهم راه كيجي واحد الفلو صراحه زوين، المهم كيعطي داك الكريم باتيسيال مع هذاك المذاق ديال الكراميل. هذاك الفلو ديال الكراميل كيعطي واحد المذاق خزاف صراحه. صافي انا غديت الكيسان ديالي، درت لهم هذا الكراميل هذا غير هكا، درتو غير عشوائي. صافي انا من بعد ما كيفيض لي الحليب كيف ما كتشوفوا هو راه ما كيعقدش حتى كيبرد لينا، عاد كيشد راسو. صافي كنضيفوا من بعد ما كيفيض ليا داك الحليب وداك مع فلو، صافي كنضيفو في الكويسات. انا شديت هنا باش زوقته، شديت الكريم شونتي طربته مزيان وضفتو على هذا الشكل هذا. المهم زوقت به. الزواق كيبقى على حسب الاختيار، بغيتو تضيفوا كاوكاو ولا اللوز اللي عندكم من الفوق ضيفوه. صافي انا عندي الباربه اللي قطعتها على هذا الشكل هذا، غادي نضيف لها سنيده، وغادي نضيف لها عصير الليمون اللي عصرته. المهم الناس اللي فيهم فقر الدم ننصحهم بياكلوا الباربه يوميا، يا ياكلوها بهذا الشكل هذا ولا صايبوها عصير، ولا يديروها مع البطاطا، حتى هي كتجي زوينه. والله يشافي جميع مرضى المسلمين يا رب. صافي هنا دزت باش غادي نصايب الكفته. هنا عندي البصله وعندي مطيشه وعندي قزبر ومعدنوس والثومه. غادي نطحن كلشي في الهاشوار، غادي نضيف لهم شويه ديال السكينجبير والبزار، الخرقوم البلدي، غادي نضيف لهم شويه ديال الكمون، وغادي نضيف لهم زيت الزيتون، ومن بعد ضفت لهم التحميره. صافي هنا الكفته اللي غادي نصايب ضفت لها شويه ديال الكمون، شويه ديال السودانيه، وشويه ديال الملحه. صافي كنخلط كل شيء كنكورها على هذا الشكل هذا.
كنكورها كيف ما قلت لكم على هذا الشكل هذا، وكنخليها جانبا، وكندوز بيد ما تشحرت ليا ديك المطيشه ديالي مع العطريه، عاد باش كنبقى نضيف بشويه بشويه الكفته. صافي هنا كيف كتشوفوا الكفته هنا كانت قربت طيب. المهم كيف ما عارفين الكفته راه كتجي مزيانه. المهم ضفت واحد شويه د الماء، منين ضفت الكفته ضفت شويه ديال الماء. صافي انا درت باش غادي نصايب واحد البيتزا. المهم انا نوريكم لاباط ديال البيتزا. ضفت واحد 2 كيسان ديال الطحين رطب بهذا. المهم نتوما ديروا المقياس اللي بغيتو ديال الطحين. انا ضفت هذا المقياس هذا، ضفت واحد 2 كيسان ديال الطحين رطب وواحد الكاس ديال السميده. المهم المقياس اللي غديروا به الطحين غديروا به السميده. المهم 2 كيسان ديال الطحين مع كاس ديال السميده. انا ضفت واحد المعلقه كبيره ديال الخميره المعجونه، وضفت الملحه واحد تقريبا معلقه صغيره ديال الملحه، وواحد المعلقه صغيره ديال سنيده. صافي انا من بعد كنخلط النواشف كلها مع بعضياتها. هاد النواشف هذه كلها كنخلطها مع بعضياتها. عاد من بعد كنضيف ليها الماء اللي كيكون دافي. انا غنوريكم القوام في الاخر كيفاش غيجي. القوام ديالي كيجي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوف. المهم انا الماء درت غير عيني ميزاني. صافي من بعد كنغطيها بالسلوفان وكنخليها حتى تختمر. صافي من بعد ما خمرت ليا كنضيف لها كنحك على شويه ديال الزعتر، وكنضيف لها واحد نص كاس ديال زيت الزيتون. وصافي من بعد كنخلط هادشي كامل بالمعلقه، وكنبقى نضيف الطحين بشويه بشويه كيف ما كتلاحظوا. وكنبقى نضيف كيف ما قلت لكم الطحين بشويه بشويه، وغير بيد ما تجمعات لي وصافي. وما كنعلكهاش بزاف، ما كنعلكهاش بزاف. صافي من بعد كنشكلها على هذا الشكل هذا. من بعد كنشكل على هذا الشكل هذا، شكل على 2 كرات على هذا الشكل كروي بحال هكا، وكنخليها جانبا. وكندوز باش نصايب لاصوص. صافي هنا عندي واحد 2 مطيشات اللي حكيت معهم واحد 3 الفصوص ديال الثوم. درت ليهم زيت الزيتون وضفت الملحه والابزار. وصافي من بعد ما غلى لي بعد ما بدات كيتغلي لي داك مطيشه وبدا كينشف من هذاك الماء، كنضيف له واحد المعلقه كبيره ديال الحك ديال المطيشه. صافي من بعد كنضيف ليها كنحك عليها شويه ديال الزعتر وكتكون وجدات. صافي هنا عندي البصله اللي قطعتها على هذا الشكل هذا، غادي نضيف لها شويه ديال زيت الزيتون. صافي من بعد ما كتهبط ليا البصله كنزيد لها شويه ديال البزار وشويه ديال الملح وشويه ديال الزعتر. كذلك كندير مع الفلفله منين كتنزل ليا كنضيف لها شويه ديال الملح وشويه ديال البزار وشويه ديال الزعتر. هنا عندي الكفته اللي غادي نشحرها مع شويه ديال الزيت اللي ضفت لها شويه ديال الكمون شويه ديال الملحه وشويه ديال السودانيه. صافي هنا جيت باش غادي نطلق البيتزا ديالي لاباط. المهم انا كان ضروري نستعملوا يكون افضل نديروا السميده ما نديروش الطحين. المهم درت السميده في فوق الطبله وطلقت البيتزا ديالي بالسيعانه بالسميده. صافي انا درتهم فوق اللاطه اللي دهناها بالزيت والطحين، وبديت كنتقب البيتزا ديالي لاباط ديال البيتزا. صافي من بعد غادي نضيف ليها لاصوص. صافي من بعد ما كنضيف لاصوص على البيتزا ديالي كامله غادي نضيف ليها البصله. انا ديك الكميه اللي وريتكم ديال الطحين راه خرجت ليا 2 بيتزات ما شاء الله كبارين ماشي صغار، 2 بيتزات كبار. بامكانكم ديروا المقياس اللي بغيتو نتوما. صافي من بعد كنضيف الفلفله، ومن بعد عاوتاني كنضيف الكفته. المهم كنوزعوا على البيتزا ديالنا كامله. صافي من بعد كنضيف من بعد ما كنسالي كنضيف ليها الفرماج الاحمر. صافي كنديروا الطيب من الفوق وكنهبطوا تحمر من التحت حتى كيتحمر لينا داك الفرماج. المهم راه كتجي زوينه ولا باد ديالها ما شاء الله كتجي رائعه. كتجي لاباط ديالها ما شاء الله كتجي خفيفه وكتجي زوينه. صافي انا درت باش غادي نصايب البلبوله بالحليب بالزعتر كتجي ما شاء الله رائعه. المهم الواحد يبدل ما يبقاش يدير الحريره يوميا. هنا عندي البلبوله ضفتها ضفت ليها الماء وغادي نسد عليها غير واحد شويه. صافي من بعد ما كطيب من بعد ما كنحس بالبلبوله اولا الشيشه ديالي طابت نشفت من الماء وطابت كنضيف لها الزعتر. هنا حكيت الزعتر. المهم راه بالزعتر كتجي ما شاء الله رائعه. وضفت ليها واحد طويبه ديال السكر، وغادي نضيف لها شويه ديال الملحه.
صافي. وكنضيف الحليب. هنا درت باش غادي نصايب العصير. هنا عندي الفريز اللي مقطعاه، وعندي الباربه اللي سلقتها، غادي نضيف ليه البنان، وغادي نضيف واحد فاني، وغادي نضيف الحليب صافي. السكر كيبقى على حسب الذوق، اللي بغى يدير السكر بزاف واللي بغى يقلل. المهم هذا العصير كيجي رائع. كيف ما قلت لكم الناس اللي فيهم فقر الدم يبقاو يديروا بحال هكا الباربه ينوعوها صافي. هنا البلبله ديالي كتكون طابت كتجي على هذا الشكل. هنا الكفته والدجاج انا ما بغيتش نخلي خليت فيه المريقه، ما دغمرتش المريقه بزاف. هنا البيتزا وهذيك التحليه. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. الى فيديو قادم ان شاء الله.